النشور اليوم، عيد النشور، توديع عيد الأضحى والاحتفال بالحجاج. يعني العيد هذا لا ينتمي لأي حزبية. هذا غسل البنات، هذا عادي يا بنت. قوة القوة، انت غير شجع بس. اللهم صل على رسول الله. البث واضح ولا يعني مش واضح؟ لأن ما أدري كيف التغذية. شارك البث يا عبد الله صلبان. والله شكرا. قالوا وصلت قبيلة عيال سريح. شوف عيال سريح يعني لهم ما شاء الله يضربون بالدبابات والله. أنا الجبل هذا ذكرني بجبل عرفة. هذا العدم لحالهم جو بالشيشة والقات هذا في عمراء مديرية ريدة. ماني خارج عمراء، متري 10 كيلو أو 15. راحتها 5%. ولا يمكن ولا شيء. أنا أول مرة أسمع بس والله ما شاء الله يعني الناس تحتفل وتودع عيد الأضحى. أهم شيء إنه ما ينتمش لأي طائفية، مجرد احتفال عادي ولا هو بدعة. يعني يقول لك إنه من أيام أجدادنا، بس إحنا ما الله يرحمه بي ما كلمناش عنه. يمكن النبي كانوا مسكين ما كان بيسمعوا زلط يركب لا ريدة. هذا احتفال يوم النشور. يقول لك احتفال بتوديع عيد الأضحى المبارك، ويكون يوم 20 ذي الحجة، بس اليوم 19. قدموا مستعجلين ما أدري ما معهم، ولا هو يوم 20. ما شاء الله يخرجوا بأطفالهم بالحريم الرجال أكثر التمناجل في القاع. شاركوا المنشق، شاركوا اسمعوا الرصاص حقنا. خالد بن الوليد. ايوه هذا خالد بن الوليد اللي عندي. ما ادري هذا خالد بن الوليد لا عمر بن الخطاب لا ابا لهب، ما ادري ما هو. والغسوس يا غسوس. يقول لك ان القبائل تتوافد يعني من كل مدير يعني تدي حقها الحجاج بالقبائل وجو يحتفلوا هنا. يعني من ايام اجدادنا مشوا بدعه. يعني يقول عاد جديد مثلا يقولوا لك الحوثي عشان مدري ايش. لا ما هو الحوثي. الحوثي كان حقه امس يوم الغدير يعني الولايه العلي بن ابي طالب يعني خلى حقه الحفل لحاله. لكن هذا الاحتفال من ايام الاب والجد يعني كانوا يحتفلوا وقلوبهم طيبه ما شاء الله. قد على راس الجبل. هذه الصورة. أهم شيء البث تطلع صافي ولا لا؟
قبيلة عيال سريح، باقي قبيلة حاشد مدري وين. ليش البلاد روحت ما روحت؟ بيقول لك انا قد سألت، قال لك ما هذا بيحتفلوا بالاعياد من زمان، من ايام اجدادنا الاولي. يعني كان زي ما تقول فرحة، يجوا يفرحوا كل القبائل، كل المديريات بالحجة حقها. مشوا أول مرة يحتفلوا، لكن أول مرة طلع لنا هذا خالد بن الوليد. حسبي الله عليكم. أمس كان إحنا عند أبو ضير، اليوم إحنا عند عمر بن الخطاب. هذا يعني من زمان صح؟ حسبي الله على هذا البلاد. يعني من عهد الأجداد. مشوا جديد يعني من هذا. طيب أمس كان في عيد ثاني، عيد الولاية في المنطقة هذه الثانية سوق ريدة. عندما جاء الرسول الله لما أنا علي ثاني. قلت لما جاء الرسول الوالي علي بن أبي طالب ولا من؟ علي بن أبي طالب. يعني أمس كانوا هذا تبع الحويدة صح؟ واليوم حق الأجداد أجدادنا. لازم نسلم لأهل بكير. الحين هذا الاحتفاء لأهل بكير. منصور عبد الله الحجاجي، هذا احتفال قالوا من عهد أجدادنا، بس أنا أول مرة أسمع فيه. واللهم صل عليك يا حبيب الله. يعني توديع عيد الأضحى المبارك واستقبال الحجاج، يعني كل مديريات تدي حقها الحجاج اللي راحوا مكة يحجوا نحتفلوا بهم هنا. هذا كان أيام الأجداد والحين بيكملوا التقاليد. لا ما راسي يا راسي مرة هذا الناس ملايين هنا ودفت تجعغر على راسي. ما شاء الله اشتغل على راس الجبل بس كنت هذيك ما ادري ما هي من التراث بس كنت خربوا نصها اسمها نوبها وعسل. شاركوا المنشور، شاركوا البث علشان يصير الرصاص حقنا العالم تربي الرصاص. دارت الكوفية قبل راسي. الحين الحمد لله الشمس خفت. قالوا قبيلة بكيل وصلت، باقي حاشد. احنا في اليمن ننتمي الى قبائل، قبيلة حاشد، قبيلة بكيل، قبيلة عيال سرايح، قبيلة خارف، من كل منطقة قبيلة. لا حتى الحكومة عندنا ما نحلها الا بالقبائل والمشايخ، اي شيء عندنا مشاكل. أكثر شيء عندنا المشاكل تحتل بالعرف القبلي. وهذا لا محتاجين هنا كالرجال ما شاء الله.
صافي ولا لا. عادي كل والله ان كل بلاد وكل وطن عربي له عادات وتقاليد، وهذه ما دام من عادات الاجداد عادي، مش نمشي بدعات. وبعدها عادي احتفال بتوزيع العيد واستقبال الحجاج. شجعوني ان انا اصير احج عشان يجوا يستقبلوني هكذا. شوفي اقرب لكم. خلاص كل سنة أنا أجي هنا عشان أشوف الحفلة هذا. انزلي يا خالد. كان عسر الحجر على راسي الله يستر. يقدر صلى الله بس صلى. لا آخر شيء بدل ما ينكعوا حجر على راسي. ما شاء الله كم عياد عندنا، بس السعادة ما في، ما أدري ليش ما العياد ما شاء الله. يمكن ياسر المشي عارف بهذا الحفل اللي جار يا بجار. اضحكوا بس ما عليكم. ما عاد معنا الا الابتسامة مجد. أول احتفال يا فوت يحيى سرو.
لا ما شاء الله عليه، الموت العرس كل شيء هو موجود متواجد، لكن هذا الاحتفال ولا بيجي. يا ساتر ستر بس، يا الله ستر. هذه التورماء الذي بيقول ايش فيها، انا قلنا لكم عيد النشو، والثانية اللي بيسأل بيزوجوا الشيبات كلهم بريدة، ما خلوا ولا شيبة، كلهم هيزوجوا معنا. ايوه قوة القوة، لما ذا الحين قرحوا راسي ما في عسل. طلع حتى هذه العصفورة. ما شاء الله بنقول الجبل الله يستر. قالوا شوية وتصل قبيلة حاشد، يعني هذه قبيلة حاشد هذه هي وقبيلة بكي، يعني القبائل الكبرى في اليمن، مثل السعودية يعني عندهم قبائل يمكن آل قحطان والعتيبين والمدري ايش، يعني هذا القبائل حقهم، يعني كل دولة وفيها قبائل، احنا العرب يعني منتظمين للقبائل. إضافة للبث المباشر، قلنا في الجبل لا تضيف بعد ما دربين إلا في الوادي، تجلس تعلق بس وتفرج. محمد الحاج هذا في مديرية ريدة خارج محافظة عمراء. لما ضاعت البلاد مشوا حرب، هذا احتفال قد ضاعت البلاد ولا عاد تضيع ولا شيء، ما ضاعت، احنا بحربنا 20 دولة. يقولوا لكم هذا عيد من أيامة الأب والجد، يعني من أجدادنا القديمين، احتفال بالحجاج وتوديع عيد الأضحى المبارك، ما بينتمي هذا لأي ضايفية نهائيا. يا ساتر. أيوة احتفال يوم النشوء، ما شاء الله عليك علي حميد الكوكباني، لكن أنا أول مرة أسمع به. عندما شفت حفل الغدير أمس وبعدها قالوا باقي بكرة عيد النشوء. المهم نحن ما انتهينا لناش لا أكل ولا ماء، وطلعنا جبل عرفات. نفسي أطلع لها عند ذلك ما أدري نوبة مدري نافرة مدري ما يقولوا لها أقرب، لكن اللي فيها الموت لأمريكا. أما ما شاء الله على البنات هذا بينزلن عادي ولا بيتربين ولا شيء. ما التصوير مشوا حلو ساعة، مش نسويها، يمكن انه النت ضعيف.
يا ابو يونس العواضي مالك التاكلي والشاك الاحمر. تركي عبد الله القحطاني. المناسبة يعني بيحتفلوا بقدوم الحجاج وتوديع عيد الاضحى المبارك. ما فيش رصاص راجعة ولا شي ما شاء الله كلهم مثل القرود يعني بخيرين ولا في شي. إذا رجعت رصاص أنا عاد أموت أنا هاك. وصلت قبيلة حاشد. على نزلة جعل. الحين دولة الصواريخ والدبابات. لا لا نزليها. مشوا على الحين تطلعي إلى رأس الجبل. الحين اتفقنا اني معاك لا تحت. الله يستر. هذه قبيلة حاشد يعني استقبلوا بالدبابات والصواريخ محمود خديجة خديجة بنت خويلد. مش البث واضح ولا غير الشبكة تطير وما فيش بث. لا ما في راجع الرصاص ولا شيء الحمد لله. خلينا نجلس لاخر الاحتفال بعدها نشوف. الحين حتى لو الرصاص راجع ما حد يحس بحد. كمان طلعت لها نص الجبل الحين معي نجمي لها الوادي هذا. اسمه جبل عرفة هذا كمان نفسه سبحان الله عليك. شوفوا الديانة الزراعية خلوكم من الاحتفالات. ما اسم جبل عرفات ما ادري ما اسم الجبل هذا. مشينا في مديرية ريدان. مرة ثانية انا اجيب لكم كل المعلومات. انا اول مرة اعرف بالاحتفال لكن مرة ثانية نسأل ونجيب. هذا الامر مرتاحين قبل الشيشة والمعسل. كل قبيلة بتجي وتتفاخر بالرصاص. أنا أدري أحب حقهم هالحجاج. ما في من يصور بين الرجال ولا قالوا هم يزفوهم يعني سووا لهم زفة واحتفال تحت.
يمكن يدبب يتكرس الجبل. القبائل عندنا يخزنوا السلاح يعني أكثر من الدولة، ما ناقصهم إلا الطائرة فقط ولا البواجك والدبابات وكل شيء معهم ما شاء الله. وإحنا الوحيدين يمكن في اليمن اللي ما عندنا سلاح، ما في بيتنا سلاح والله. شوف الحريم اللي هن ما شاء الله قلت اني يعني بيجيني سنويا، جابت المظلة من الشمس لأن الشمس قوية، جابت الماء وجابت الشاهي، جابت الكعك حق العيد، جابن كل شيء. لكن أنا جيت لا ماء ولا كعك ولا شيء، أهم شيء إن أنا أصور. أعمل مقابلة ما نستحي، أعمل مقابلة مع رجال، بعد أعمل مقابلة مع مرد هي تستحي، يعني هكذا عادتنا. شوفوا الجبال ما شاء الله في اليمن، سبحان الذي رساها. المنطقة هذه القاع راحت خطي الطاقية عشان نكمل. شوفوا هذا قاع ما شاء الله، بس الجبال عليه لاوي لاوي ها، لكن الجبال هذه بتحمي المنطقة. أما المقابلة فين ألقي لي شيبة ما بش يعني هكذا والله ما يستحي. لما إعلان حرب ولا ما في حرب يا بني آدم، قلنا لك احتفل بالحجاج، كل مديرية تجيب حجاج على المنطقة، يعني عادتنا أيام أجدادنا نجيب للمنطقة هذه كل واحد يحتفل، كل واحد يضرب الرصاص اللي يشتي، وكل شيخ يتفاخر بضرب الرصاص والقبيلة، وبعدها يخزنوا وكل واحد يقول أنا يعني ضربت الرصاص أكثر ويتفاخروها. حسين محمد هذا في مديرية ريدر خارج منطقة عمران. ايش المشكلة؟ قامت القيامة في اليمن، انتم ما تفهموا الا بهذا العرب اللغة، يعني قامت القيامة، قلنا لكم الاحتفال بالحجاج تفهموا يا غارتان. فيها رجال يعني مع عوائلهم معهم سلاح، بس ما صدقش يضربوا لان اكثرت الاطفال والهذا ما، بس اذا بينزلوا يلا يصيروا عند الاحتفال يفلتوا الحرم لحالنا ما شاء الله. ما شاء الله لحد يأمينه الله يسيطنا عين. بيقولون قبيلة حاشد ما قد وصل ان شاء الله يستر، لا ما توصل. هذا اللي ما ادري من معها من هذا ما شاء الله. والشمس قوية بالرغم من امس مطر على صنعاء، محافظة عمران، على ريدة، على جوب، على ما شاء الله مشينا والارض كلها خضراء، بس الشمس سبحان الله العظيم قوية. اما لو تطيح حجرة فوقي من هذا من راس الجبل بعدها ايوه ها شوف البنت الشجاعة بتسوي لي كذا عشان اصورها، بعدها لو تطيح حجرة فوقي منع يبث لكم والله ما عاد تلقوا واحد يبث. يمكن السنة الثانية يحيسروا.
حق الفزعات حتى في الاحتفالات في كل شيء ما شاء الله. الله يحفظ اليمن وأهله. الله يحفظ الأجداد حقنا، ما ورثوا لنا أراضي ولا ورثوا لنا الاحتفال نفرح بالحجاج، بس هم كان لما يفرحوا ما شاء الله قلوبهم نظيفة، يعني يجمعوا الحجاج حقهم ويحتفلوا ويذبحوا ويغطوا احنا الحمد لله اليوم قلبنا ايوه ما كنت تصور بث مباشر كل سنة ما تبانش كل سنة بالجوانا كل سنة هربين البنات. أهم شيء نهاية الكلام إن هذا الاحتفال لا ينتمي لأي حزب ولا لأي طائفية، يعني توجيه عيد الأضحى المبارك واحتفال بالحجاج اللي جو من مكة المكرمة من زيارة بيت الله الحرام وأدوا مناسك الحج. والله ما من الحين الشمس قوية ما بنشوف حقهم الكتابة. الله يرحم أمه اللي خلت الشيخ لما العجاج بيصورون البنات جابوا صقر العمراني قال أنا نصور النسوان حق اليمن، ما اليوم والله نحن صورناها من صدق. عاد في كل تصوير بدا في أبو محمد، هذا في مديرة ريدة خارج عمران. يا الله خارج رحنا والاتصالات كذا صلينا الحين. خلينا ننبت هذا مراي غل قبيلة حاشد وأرحلو. الله يستر. الغدا والله ما ادري ان شاء الله في المطعم نتغدى كان عند غدي قالوا انهم بيحتفلوا بالحجاج لا احنا نلاحق وراهم عشان نتغدي. هذا رمى من عندي خوفني. وهذه المها يعني جابوا لي من الحمد لله.